عناوين الصحف الصادرة صباح الغد عدد من القضايا المهمة. كان المنشط الرئيسي للصحف الشروق واليوم السابع والتحرير بيدور حول بداية العام الدراسي الجديد واستعداد الحكومة لمواجهة مخططات الإخوان لإفساد العملية التعليمية ووضع المدارس تحت حراسة أمنية مشددة. نبدأ مع حضراتكم من الشروق. الشروق بتقول في صدر صفحتها غدا العام دراسي تحت الحراسة، مجلس الوزراء ينفي منح الضبطية القضائية للأمن الجامعي وطوارئ في المترو لتأمين الطلاب. جريدة التحرير بتقول رجعوا التلامذة، الإخوان يفشلون في مخطط إفساد أول يوم دراسة، اختفاء الجماعة من جامعة القاهرة ومظاهرات محدودة في عين شمس. التحرير. الجمهورية بتقول لحضراتكم انتظمت الدراسة وعادت الحياة. دي الجمهورية. اليوم السابع جاء يقول 18 مليون طالب بالمدارس يهزمون إضراب الإخوان، إطلاق نار وتحرش بسوهاج في أول أيام الدراسة، مدارس لقباط آمنة، رجال الجيش ببني سويف يصطحبون تلاميذ الابتدائي وكاميرات مراقبة خارج أسوار مدارس العاصمة. كتبت منشط آخر بتقول أول تسجيل صوتي لوزير الداخلية الأسبق من داخل السجن. العدل بيقول السيسي متدين شوية بس مش إخوان، أنا كنت متابعه في المخابرات الحربية. سينا محتاجة إبادة كاملة، دي خرابة ووقر للإرهاب زي أفغانستان، لازم نمنع المية عن غزة مش السولار بس. صوابع مرسي عامل مشاكل كتير، 80% من اللي نزلوا فيه 30 يونيو ولاد ناس مش زي بتوع العشوائيات والحرامية اللي شفناهم في 25 يناير. الإعلام اداهم فرصة يبقوا شهداء. ده اليوم السابع. منشطات الصحف أيضا اهتمت بحرب تحرير كرداسة من العناصر الإرهابية والإجرامية، عمليات الجيش في سيناء، وكمان تصدرت العناوين أعمال لجنة 50 لتعديل الدستور والخلافات حول صلاحيات الرئيس ووزير الدفاع، اعتراضات حزب النور داخل اللجنة. ده اليوم السابع. الوفد. الجيش يبدأ أسبوع الجحيم في سيناء والصاعقة تجتاح معاقل الإرهابيين. العمليات الخاصة توسع حملات المداهمات إلى القرى المجاورة لكرداسة. المتهمون في مذبحة اسم الشرطة يزعمون فبركة لقطات الفيديو. جريدة الأخبار بتقول لحضراتكم بكرة سقوط أخطر إرهابي في سيناء، كرداسة تتطهر من الإرهاب، تلجأ تعيش حياة طبيعية. الوطن بتقول خلافات في الدستور حول وزير الدفاع والرئيس، تأجيل مناقشة محاكمة المدنيين عسكريا، وأحزاب مدنية ترفض اعتراضات النور داخل اللجنة، أيضا بتتوقع انسحابه في النهاية. منشط جريدة الدستور بيقول بؤرة إخوانية إرهابية جديدة بالشرقية، جهاديون وإرهابيون يسيطرون على مدينة القرين بالشرقية ويهددون الأهالي والأمن العام. المصري اليوم جاء القضاء يحسم غدا مصير الإخوان، مصادر عزت يقوم بدور المرشد وإسلاميون بيقولوا الجماعة تتفاوض سرا مع الدولة. كتبت جريدة الأهرام بتقول صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية، مهلة سنة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتعثرة، قانون جديد للتأمين الصحي وإعادة النظر في أجور الأطباء. دي عناويننا، لكن فقط